يا مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. احنا متعودين في القناة هنا ان احنا او انا اول ما بعرف اي معلومة او بتكعبل كده في معلومة او ببقى عارف حاجة ان انا اشاركها معاكم عشان كلنا ان شاء الله نستفيد. طيب جاي اتكلم معاكم في ايه؟ بصراحة بقالي فترة طويلة جدا، يمكن الفيديو ده اتأخر كتير قوي. انا عايز اعمله من فترة طويلة بس بيسهى عليا كل شوية. الاعلانات نفخاني، يعني اعلانات ديتول. كل شوية ديتول والجراثيم والأمهات والأطفال، وأنا ما بعياش عشان خاطر بستعمل صابون الديتول، وأنا ما بعرفش ما بيحصليش إيه وصحتي عاملة إزاي عشان بستعمل الصابون الديتول، وجايبين يعني أطفال وجايبين حاجات وبتاع كل دي، وجايبين دكاترة ودول أصلا مش دكاترة، دول نصابين. تمام، ولو دكاترة يبقوا عار على مهنة الطب. بمعنى إيه بقى؟ كنت من كام سنة كده وأنا في الجيش. يعني أنا إيه، آه جالي كده مشكله جلديه يعني. تمام، فرحت للدكتور فبيقول لي ولازم نستعمل صابونه طبيه، فانا طبعا على اساس ان انا كنت ساعتها بشوف في الاعلانات قلت له ديتول. قال لي ديتول دي اصلا مش صابونه طبيه ولا حاجه، واساسا اي صابون يا جماعه بيقتل الميكروبات والجراثيم. الفكرة ان احنا نستخدم صح. احنا بنغسل كده وخلاص، لا، هو احنا اساسا الطبيعي علشان اي صابونة تعمل مفعول فعلا وتقتل الجراثيم والميكروبات والحاجات دي، ان احنا بنغسل ايدينا كويس جدا ما بين صوابعنا ما بين ضوافرنا. تمام، كل ده هيقتل الميكروبات. يعني بمنتهى البساطة كده اي صابونة من صابون الوش او الدش او اللي احنا بنستخدمها في الحمام هتقوم بالوظيفة دي تمام جدا. هما بيعملوا نظام تجارة، نظام ان هما بيلعبوا على عقولنا وبيضحكوا علينا وبيوهمونا وبيبيعوا لنا برضو الوهم، واحنا بنشتري وخلاص. تلاقي بقى الصابونة طبعا غالية، ما هي بتقتل الجراثيم، اصل دي طبية. مبدئيا الدكتور قال لي مفيش صابونة طبية اصلا فيها ريحة. ديتول فيها ريحة. تاني حاجة، صابون الديتول دي اصلا خطر، والديتول اصلا مادة خطرة، يعني ما ينفعش تبقى على الجلد مباشرة. تمام، يعني اقصى حاجه ان احنا نستعمل ديتول ده ان احنا نستعمله على الاسطح، نمسح بيه، ننظف بيه بس، نحطه في الحمامات بس. لكن ان احنا نحطه على جلدنا مباشره والعيال والكلام ده كله غلط جدا، غلط جدا. وكان برضك من فتره كده شفت فيديو على اليوتيوب، يعني كان دكتور بيتكلم عن الموضوع دون، وكان بيتكلم على الصابون بوجه عام، ان الصابون الديتول والصابون الكبريت والحاجات دي كلها خطر جدا على الجلد. ليه؟ لان هو كمان بيقتل كل انواع الميكروبات. ففي ميكروبات او بكتيريا، في بكتيريا نافعه، دي بتفيد الجسم والجلد وكل حاجه، فبيقتلها هي كمان. تمام، فطبعا ده غلط. البكتيريا دي اصلا ربنا خلقها عشان هي نافعه لينا، فدي كمان بتموت. فما ينفعش نمشي ورا الناس وخلاص، ورا الاعلانات وخلاص، ودول ناس اصلا نصابه بيبقوا عايزين يوهمونا. وللاسف الامهات يعني بيعيشوا في الاوهام دي. يعني انا مررت والله ساعات بتتفقع من نوعيه الامهات دي برضه، اللي هو ايه، لا لازم ننظف، لازم نعمل، لا لازم ديتول، لا لازم مش عارف ايه، لا لازم ايه. يا ستي بالراحه بالراحه، يعني نهدى كده وبالراحه. مش اي حاجه او اي تقليعه جديده نجري زي بردك في الحضانات وفي المدارس يغصبوا على الامهات، وهاتي صابون الديتول وهاتوا الوايبس مش عارف ايه وهاتوا ايه، وتحس ان الواد راح يعيش في المدرسه. يعني ماشي، الادوات النظافه كلنا عارفينها، وان اصلا انا اربي ابني ان هو يبقى نظيف ده طبيعي. يعني اللي مش طبيعي العكس طبعا. تمام، فاحنا يا جماعه بالله عليكم، علشان الواحد يعني بيشوف الاعلانات دي بيصعب عليه جدا، الناس اللي عايشه في الوهم ده كله. تمام، وهي مش طبيه اصلا، وكمان خطر، خطر ان احنا نستعمل ماده الديتول دي على الجلد مباشره، سواء في سائل او صابون او الكلام ده كله. ماشي. فحبيت اقول المعلومه، وانا اسف جدا ان انا اتاخرت ان انا اقول معلومه زي دي، عشان انا اصلا عارفها من سنين. تمام، فكنت فعلا لازم اقولها من بدري. صابون الكبريت برضو من الصابون اللي لازم يتاخد تحت اشراف طبيب، مش مجرد ان احنا عندنا حبوب شباب او مجرد ان احنا عندنا اي مشكله جلديه يلا يقول لك استخدم صابون الكبريت. لا غلط، لان برضك الدكتور اللي طلع ده اتكلم يا جماعه خطر. ما ينفعش ناخد الحاجات دي عمال على بطال، لازم تستخدم لحاجات معينه في اوقات معينه. ده بالنسبه للصابون الكبريت. طيب الصابون الطبي بقى نجيبه منين؟ من الصيدليه، ويكون الدكتور كاتب لنا على اسم صابونه. انا في صابونه بصراحه تحفه، هي بس غاليه شويتين يعني، بس هي فظيعه.
بجد جميله جدا، اسمها تراي تكت. تمام، للي عايز يكتبها، انا والله ما بعمل اعلان لحاجه، انا مجرد ان الصابونه دي الدكتور لما كنت في الجيش من كام سنه قال لي عليها، وانا لغايه دلوقتي بستخدمها بصراحه. بس هي بتقعد فتره طويله جدا جدا، يعني هي يعني كاستخدام هي بتقعد فتره طويله قوي. تمام، لان هي بترغي بسرعه. حلو. وفعلا بتريحني لما يكون في التهابات، يكون في مشكله جلديه او الكلام ده كله، بتريحني جدا. لان طبعا لما يكون عندنا مشاكل جلديه ما ينفعش نستخدم الصابون العادي، لانه فيه ريحه وفي كميه بوتاسيوم عاليه والكلام ده كله، فبيعمل التهابات اكتر. تمام، فبنستخدم الصابون الطبي. عايزين نستخدم صابون طبي، يا اما نرجع لدكتور جلديه، يا اما استخدموا الصابونه اللي انا بقول لكم عليها دي، اسمها تراي تكت. وعلشان برضو نبعد عن الاوهام ونبعد عن اللي احنا اي تقليعه جديده يلعبوا على دماغنا بيها والكلام ده كله، نسال ناس متخصصه في الحاجه اللي بيعلنوا عنها دي، لان فعلا ما بقاش فيه مصداقيه. زي ما كانوا زمان بيقعدوا يروجوا ويقولوا ايه، السمنه البلدي خطر، والسمنه البلدي بتعمل كوليسترول، بتعلي الكوليسترول، بتعمل تصلب شرايين، بتعمل مش عارف ايه، علشان يروجوا للسمنه النباتي اللي هي اصلا بتعمل اوحش من كده، بتعمل الكوليسترول وبترفع الضغط وبتعمل تصلب في الشرايين وبتعمل 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 ولغايه، واحنا فعلا دلوقتي ناس كتير بقت بتعاني من المشاكل دي نتيجة ان احنا بقينا نستعمل الزيوت المهدرجة والسمنة المهدرجة والكلام ده كله، وبعدنا اصلا عن السمنة الطبيعية اللي اكتشفوا الدكاترة في الفترة الأخيرة دي ان هي اصلا مهمة ومفيدة جدا. عشان كده الناس الفلاحين والصعايدة ما شاء الله صحتهم متينة مش زينا مخستعين. تمام، فما ننسقش ورا الاعلانات وخلاص، واي تقليعه جديده وخلاص، واي كلام بيتقال وخلاص لمجرد ان هم جايبين واحد لابس بالطو يبقى ده دكتور. لا طبعا، الناس دي بتضحك علينا، والماده دي اصلا ماده خطر، وما ينفعش نستخدمها على جلدنا مباشر، وما ينفعش ان احنا نقول عليها اصلا صابونه طبيه، لان هي للاسف هتضرنا اكتر. واي صابونه يا جماعه بتعمل نفس المفعول، كل الصابون بيقتل الجراثيم والميكروبات. تمام، بس الفكره ان احنا نستخدمه صح. هي دي الفكره، ان احنا نغسل ايدينا من 20 ل 30 ثانيه، ونغسل والصابون يبقى في ايدينا كويس جدا، وما بين صوابعنا وما بين ضوافرنا، ونرغي كويس زي ما كنا كده بنتبع الاجراءات دي ايام الكورونا، وكنا مهتمين جدا بالموضوع. هي نفس الفكره. فالصابون العادي اللي احنا بنجيبه من اي حته ده بيعمل او بيحل محل كل الصابون، لا في طبي ولا مش طبي. الطبي بيبقى من الصيدلية، بيبقى ملوش ريحة، بيبقى الدكتور اللي كاتب لنا عليه وعارف ان دي كذا، بيبقى غالي شوية بس هو ده الطبي. تمام، معلش لو طولت عليكم، بس كانت المعلومة أمانة معايا، ولازم أقولها للناس عشان الناس تستفيد والناس تطلع من الوهم ده. ونتقابل بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وما تنسوش بالله عليكم لايك وشير واشتراك في القناه. بقالي فتره ما بطلبش الطلب بس بفكركم كده من فتره للتانيه، واللي اول مره يشرفني في القناه يعني اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا لي بقى ان شاء الله اشتراك وتتابعوني باذن الله، واشوفكم ان شاء الله ونتقابل في الفيديو اللي جاي على خير. مع الف سلامه.